أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضعية جوية مستقرة ستميز الجهة الشمالية للوطن كذلك الجنوبية، هذا بعد تلاشي الغيوم المسجلة خلال صباحها على المدن الساحلية والمدن الداخلية وتمتد نحو المرتفعات كذلك شمال الصحراء. هذه الغيوم ستبقى جزئية بدون فعالية، ستتلاشى تدريجيا، بينما ستصبح الأجواء إن شاء الله مع الظهيرة صافية على أغلب الولايات. درجات حرارة مرتفعة نسبيا على الجهة الشمالية الغربية كذلك الوسطى والشرقية، مع الظهيرة سنسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 27 حتى 29-30 درجة على المدن الساحلية للوطن، تتراوح ما بين 23 حتى 27-28 على المدن الداخلية والمرتفعات، 28 ببشار كذلك، 34 بالهوغر والتاسيلي، 33 بتندوف، تتراوح ما بين 39 درجة أو سنسجل أعلى من قياس يقدر ب 39 درجة على وسط الصحراء وصولا بأقصى الجنوب، إلى أن نسجل 29 بمنطقة الهوغر والتاسيلي. يعني الجهة الجنوبية ستعرف نوعا ما تراجع في درجات الحرارة. بالنسبة لحالة الطقس خلال الأمسية تقريبا نفس الشيء، أجواء مغشية جزئيا على الجهة الشمالية للوطن تمتد نحو شمال الصحراء والجهة الجنوبية الغربية. هذه الغيوم ستبقى أكثر كثافة على الجهة الشمالية الغربية، خاصة أقصى السواحل الغربية للوطن. ستتشكل بعض الخلايا الرعدية مع أواخر ليلة اليوم إن شاء الله على أقصى السواحل الغربية للوطن. هذه الغيوم ستؤدي إلى تساقط بعض القطرات، ولكن على باقي الولايات الشمالية نوعا ما الأجواء فيها ستبقى مغيمة ولكن بدون فعالية، عكس وسط وأقصى الجنوب بين الأجواء فيها ستبقى صافية على العموم. بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله المتوقعة أعلى مقياس دائما سنسجله بالجهة الجنوبية يقدر ب 22 درجة، يعني حتى الجهة الجنوبية للوطن خلال الأمسية ستعرف تراجع في درجات الحرارة أين لا تفوق 22 درجة، بينما ستتراوح ما بين 13 حتى 15 بين منطقة الواحات والهوغر والتاسيلي كذلك بالشهر، 18 بتندوف، 21 درجة في أقصى الجنوب. أدنى مقياس دائما سيكون بالجهة الشمالية للوطن ما بين باتنا وخنشلة تقدر ب9 درجات فقط، 11 على المرتفعات الوسطى والغربية، إلى أن نسجل 14 إلى 18 درجة بالمدن الساحلية. نسبة الرطوبة إن شاء الله لا تفوق 65%. حالة البحر هادئة على طول الشريط الساحلي، خاصة مع الظهيرة إن شاء الله، أين سرعة الرياح فيه لا تفوق 20 كيلومتر في الساعة. أما اتجاه الرياح سيبقى في مختلف الاتجاهات، يعني شمالي غربي على السواحل الغربية والوسطى إلى شمالي شرقي بالنسبة للسواحل الشرقية للوطن. بالنسبة لوقت غروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها إن شاء الله سيكون في حدود الساعة 6:04. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.